فمين فيهم هتروح لفين؟ ابوهم. هتروح لابوهم اصلا اللي معاه كل حاجه اساسا. طيب تمام زي الفل. هنشوف بقى هنروح للموضوع ده ازاي ونشوف اهدافنا هتمشي ازاي ما بيننا وما بين بعض. طيب على ما نشوف الموضوع ده خليني احكي لكم كده عن الاداه اللي هنستخدمها، والاداه دي هنستخدمها ازاي وهنشتغل بيها ازاي خلال البرنامج يعني. الاداه دي اسمها اداه تقييم الشركات. اداه تقييم الشركات دي بتستخدم للشركات اللي موجوده، ولكن احنا بنقدر نستخدمها لو انت عايز توصل لاهداف، فبناخد اول عمود فيها اللي هو الاداره الاستراتيجيه وبنبدا نشوف اللي احنا بنعمله دلوقتي. كل واحد بيبدا يشوف رؤيته وبنصيغ الرؤيه، وبعدين الرساله بتاعتك اخبارها ايه، التوجه الاستراتيجي هيمشي ازاي، القيم بتاعتك اللي هتحيط بالموضوع كله، ونبدا نشوف المؤسسه جواها ايه. المؤسسه بقى عشان تقوم، خدكم في الكلام بسرعه كده عشان الحته دي لازم تتخطف عشان كلنا نفهمها اوام. المؤسسه فيها ايه؟ فيها 4 اقسام. فيها كام قسم يا يوسف؟ 4 اقسام. القسم الاولاني ابو فلوس، اخبارك ايه؟ يبقى القسم الايه؟ المالي على طول، صح كده؟ والراجل ده بيعمل ايه دلوقتي؟ محتاج يسوق، عايز اكبر عدد من العملاء. مش هو قال لك كده انا عايز اكبر عدد من العملاء والموردين؟ يبقى انت عندك جزء ايه؟ تجاري. مظبوط؟ مين اللي هيقوم بالعمليات؟ البطل بتاعنا اخباره ايه؟ العمليات، مش كده؟ عمليات. هيشتغل لوحده ولا عايز موارد بشريه؟ موارد بشريه. الله ينور عليك. اللي يحتاج موارد بشريه انا او يحيى. كلنا محتاجين موارد بشريه، وكلنا محتاجين تخطيط مالي، وكلنا محتاجين نبيع منتجنا، وكلنا بنشتغل وفي ظهرنا حد بتاع عمليات شديد. فاوعى تفتكر انك لما بتبيع بتنجح. لا، انت لو مفيش في ظهرك حد بتاع عمليات شديد يعرف يقوم لك العمليات كلها اولها عن اخرها، واخد بالك يا يحيى؟ بتاع عمليات شديد، مش هنعرف نوصل لايه؟ لاكبر عدد عملاء موجود، ولا الراجل ده هيبقى عنده عباءه ماليه. يبقى الاربعه دول لازم نبص لهم كويس، والاربعه دول اللي موجودين فين؟ موجودين هنا. ده الاتجاه الاستراتيجي، وده الموارد البشريه، ودي الاداره الماليه، ودي اداره التسويق، ودي اداره خدمه العملاء بتاعتنا اخبارنا ايه؟ ده البرودكشن، الانتاج والعمليات، ودي الجوده، دي البحوث، ده الموردين. انت مشروعك واقع ما بين حاجتين، واقع ما بين الموردين وواقع ما بين التسويق. هتعرف تشتغل من غير اداره ماليه؟ اكيد لا. اكيد. هتعرف تشتغل من غير عمليات؟ لا. وانت اخبارك ايه؟ التخطيط المالي عندك عامل ازاي؟ ما انت اللي هتخطط، مش انت اللي معاك الفلوس، مش انت اللي كاتب ان انت معاك الفلوس؟ اكيد. يبقى كلنا هنعيش جوه الدايره دي. الدايره دي بقى هنقيم كل عمود من الاعمده دي، هناخد فيه وقتين. هنشوف عايزين نوصل لفين، وايه نقاط التحكم، ايه نقاط القوه، ايه نقاط الضعف، وكل واحد فينا ليه مشروعه. هنخلص المشروع بدراسه. يبقى المشروع ده احنا مش هنخلصه، ولا التدريب ده احنا هنخلصه غير لما نقدم ايه؟ الدراسه. مظبوط؟ واتفقنا اللي ما بنكتبوش ايه؟ ما بنعملوش. يبقى احنا الورقه دي بتاعتك مش هتنفع، والورقه دي مش هتنفع، عشان احنا هنكمل ورا بعض في كشكول اكيد نطلع بيه النتائج الاخيره. حلو كده؟ تعالوا احكي لكم حكايه بقى حلوه قوي. انتوا عارفين ان الماليات دي بتخلف؟ عندها عيال صغيرين. ايه العيال الصغيرين بتوعها؟ الاي تي، اللي هي اسمها نظم المعلومات. ايوه، الله اكبر. ما احنا اللي ما بنكتبوش ما بنعملوش بنغش من اخواتك يا جدع. ادخل ارسم معايا. تمام؟ طيب، والقطاع التجاري ده عياله اسمهم ايه؟ مبيعات وتسويق. طب اديك من الشعر بيت كمان. اللي بيربط الاثنين دول مع بعض واللي بيشتغل عليهم اللي طول النهار نسمعه اليومين دول اسمه بيزنس ديفلوبمنت، تطوير الاعمال. هو الحلقه اللي بتربط ما بين البيع وما بين التسويق. الحلقه اللي بتربط ما بين البيع والتسويق. طب ودول مش هيخلفوا ولا ايه؟ اكيد مش كده ولا ايه؟ يعني هنسيبهم؟ لا ما نسيبهمش. العمليات دي خلفت ايه؟ خلفت اداره سلاسل الموردين. خد بالك بقى معايا، اداره سلاسل الموردين ده عصب الكيان بتاعك. الكيان بتاعك انت، مشروعك انت، ده العصب بتاعه. المورد. اداره سلاسل الموردين.
لو انت جالك طلب ومخزنك فاضي والمورد ما وردلكش هتعمل ايه؟ في مشروعنا حاليا هذا مو موجود، ما لنا مخزن. ما عندكش مخزن. احنا ما لنا مخزن. الاوردر اللي انت عملته من عند المورد للعميل، المورد اللي انت طلبت منه الاوردر وقع منك، هتعمل ايه؟ شوف مورد اخر. هتشوف مورد اخر. يبقى انت بتعمل ايه كده؟ بتدير السلسله. ده ببساطه. لكن اداره سلاسل الموردين ده علم، وعلم كبير جدا وعلم منفصل، بس ده مش مجاله دلوقتي. كويس. طيب اداره الموارد البشريه فيها قسمين صغيرين خالص، فيها عيلين صغيرين خالص، اللي هم ايه؟ اللي هم شؤون العاملين، والناحيه الثانيه شؤون اداريه صغننه، حاجتين صغيرين. كويس؟ كويس. الاي تي هو ايش؟ الانفورميشن تكنولوجي، اللي هي النظم والمعلومات، اللي هو السيستم. النظام هتشتغلوا ازاي؟ والنظام ده بقى هنتكلم فيه كتير قوي. يعني نظام، هنتكلم في النظام المالي والنظام المحاسبي ونظام المخازن ونظام اداره عمليات الموردين. الشبكه اللي احنا شايفينها كلها اللي احنا بنرسمها، او المصفوفه اللي احنا بنرسمها دي كلها بعد كده هنقلبها تكنولوجيا. هنوريكم ازاي بتروح للتكنولوجيا، بتوصل للتكنولوجيا ازاي. والحته دي اظن ان انا مش انا اللي هبقى شاطر قوي في الكلام فيها، اظن حد من اصدقائي اسمه دكتور سمير هو اللي هيبقى شاطر فيها قوي. ده اللي هيتكلم معاكم عن التحول الرقمي، بس ما حدش يقول له احسن يكون سامعنا ولا حاجه. محدش يقول له حاجه، مش كده؟ هنا الشؤون ايش؟ دي شؤون اداريه وشؤون عاملين. شؤون اداريه. وشؤون عاملين. تمام؟ امسح؟ تمام. بسم الله. خلينا اكلمكم بقى ايه عن الموضوع بتاع التخطيط الاستراتيجي اللي لسه كنا بنتكلم فيه دلوقتي، بس هنتكلم فيه شويه ايه بشكل منظم، يعني مكتوب. سعادتك عندك رساله، والرساله دي ببساطه خالص يعني الغرض، وعندك رؤيه، والرؤيه دي ببساطه هي حلمك اللي بتنقله للناس بشكل ملهم تقدر تقنعهم بيه ويشتغلوا كلهم معاك لتحقيقه. نقول تاني ولا مفهومه؟ الرؤيه حلمك اللي انت بتقدر تلهم بيه الناس وتخلي الناس كلهم صاحيين كده معاك في الموضوع عشان يحققوا لك الهدف بتاعك او الحلم بتاعك. تمام؟ فده نقدر نقول عليه ايه؟ حلم بعيد المنال، شويه صعب تحقيقه، شويه، لكن مش مستحيل. تمام؟ طيب، وبعدين بعد الرساله وبعد الرؤيه المفروض ان احنا نمشي في توجه استراتيجي. هتحقق حلمك ورؤيتك ازاي؟ لازم استراتيجي. واهم ما في الاستراتيجي انها تبقى مستمره، فيها تحسين مستمر، وان انت بيقول لك ايه؟ stick to the strategy. اللفظ ده هتسمعوه كتير. اللفظ ده يعني ايه؟ التزم بالاستراتيجيه اللي انت حطيتها. اوصل للهدف بتاعك في اسرع وقت ممكن، باقل تكاليف. اقل تكاليف ممكن تستخدمها للوصول للهدف استخدمها، بس مع الحفاظ على حاجه اللي هي ايه؟ فاكرين المثال بتاع العضلات والجسم؟ فاكرين المثال بتاع البروتين؟ يبقى الايه؟ القيم هي اللي انت هتمشيك في الاطار عشان تقدر توصل للرؤيه بتاعتك. فاحنا بنقول هنشتغل في اطار قيم. الاربع مراحل دول هم ابسط حاجه بتتكلم فيهم الاداره الاستراتيجيه، بدون دخول في تفاصيلها وبدون مسح سوق وبدون الاربعه دول لو قدرنا ننفذهم ونطلع بيهم من الكورس ده نبقى عملنا حاجه كويسه قوي. جميل؟ فاحنا دلوقتي كتبنا ايه؟ اتفضل. دي القيم. خط وحش شويه معلش. توجه استراتيجي. توجه استراتيجي، الاتجاه اللي انت ماشي فيه. تمام؟ اقول لكم مثال على موضوع التوجه الاستراتيجي ده لطيف قوي. ركبتوا باخره او مركبه كبيره قبل كده في عرض البحر، او سمعتوا عن الموضوع بيمشي ازاي او كده؟ المركبه دي يبقى ليها دفه يعني مكان تحت المركبه بالعرض بيوجه المركبه يمين وشمال من خلال الدايره دي بيلفها القبطان كده فتمشي يمين وشمال. فتجد ان السفينه وهي ماشيه
مفيش سفينه بتمشي كده، ايه مفيش. ايه صح صح؟ ايه برافو عليك. هي السفينه بتمشي كده. هو ده بالظبط اللي بيحصل في الشركه. انت ما ينفعش تصحى من النوم الصبح تغير الاتجاه الاستراتيجي بتاعك، ايه صحيح شركتك تقع. الشركات شبه البني ادمين، شبه السفن. الشركات ليها سلوك، الشركات بتتنفس، الشركات فيها بني ادمين. لو تعاملت مع الشركه او مع المستثمر اللي جاي زي ما انت بتتعامل مع حد من عيالك انه ليه طلبات وليه رغبات وليه احتياجات وعايز يكبر وعايز يحقق طموحه واحلامه وعايز ياخد الرياده في السوق، هتعرف تلهم الراجل اللي جاي يستثمر معاك اصلا. فهتقدر هو يقنعك باستثماره وانت تقنعه بطريقتك لاداره الاستثمار بتاعه. صح. انت فاهمين الموضوع بيمشي ازاي؟ الموضوع بيمشي موازنه، بالانس. خلينا دايما نقول ايه، ان الجمل اللي بالانجليزي الصغيره دي بتبهر الراجل اللي بيجي يقعد معاك شويه. يعني انت بتاخد الشكل البيعي في كل حياتنا، لان اقدم وظيفه في الدنيا هي وظيفه البياع، واهم وظيفه في الدنيا هي وظيفه البياع. اي حاجه تانية جوه المؤسسه بتيجي بعد الوظيفه دي. مش معنى كده ان بقيه الاقسام اللي موجوده في المؤسسه اقسام مش مهم. ما هو البياع لو راح باع بيعه وبتاع الاوبريشن اللي في ظهره عمل حاجه مش كويسه وقدمها بعد كده للعميل بشكل مش جيد، وخصوصا ده في الخدمات بيبان قوي وبيظهر قوي، تبقى مصيبه. لو في المنتجات بقى حضرتك بتتكلم عن المنتج بتاعك وبتتكلم بقوه قوي، انا المنتج بتاعي فيه وبيه وعليه وبعمل وبخلي وبسوي، وانا خدت المنتج استخدمته باظ مني، باظت البيعه ده مش هعرف يبيع تاني. فالمنظمه بتتكامل، التكامل بتاعها في 4 اعمده اللي كانوا مرسومين، اللي هم ايه ال4 اعمده؟ الماليه، اداره الموارد البشريه، العمليات، التجاري. ال4 دول احفظوهم، ال4 دول هم اللي هيدوروا المكنه. اي حاجه تانية هتيجي تحت ال4 دول. وخلينا نرتبهم، خلينا نرتب ال4 دول. رتب لي بقى، اكتب لي ال4 ورتب لي 1 2 3 4. اكتب يا بقى، اكتب. احنا هنكتب لما نقول يا بس انا عايز كشكولك المره الجايه وانت جاي. الاربع اللي هو مالي وعمليات. اكتبهم، رتبهم لي بس. العمليات بالاهم يعني ولا ايش ارتبهم لك؟ اكتب لي من وجهه نظرك. اه ماليه، موارد بشريه، تجاري، عمليات. واكتب لي بقى من وجهه نظرك، قول لي مين فيهم الاهم في المهم. صنفهم 1 2 3 4. وخد بالك انت بيجي لك مستثمر وانت بتقعد وبتسمعه، انت سمعت المستثمر بتاعك كويس، فانت لازم تحدد دلوقتي هتبدا معاه بايه؟ اللي هي العمليات ولا العمليات، هي الاداره الماليه، الماليات، التجاري اللي هو البيع والتسويق، والموارد البشريه. رتبت تمام. يحيى طب يلا نسال. الماليه، بعدين الموارد البشريه، بعدين العمليات، بعدين التجاره. اديني وجهه نظرك، خدت الموارد البشريه بعد الماليه ليه؟ الماليه نحتاج ما نضخ في الرواتب العمال تمام. اللي عنده مصانع مثلا للالات المكائن يحتاج فيها الماليه. بعدين الموارد البشريه اللي هي الايادي العامله. تمام. وبعدين العمليات، بعدين التجاره. وبعدين العمليات وبعدين التجاره. تمام. ويحيى العمليات. العمليات الاول. بعدين التجاري. بتاع عمليات انت. بعدين الموارد البشريه، بعدين الماليه. تمام. طب وانت بقى العمليات دي هتصرف عليها منين؟ سؤال مهم ده، مش كده؟ يبقى الماليه الاول؟ ممكن؟ المالي. 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 والله يسلمك المالي اولا. مال. المالي. بعدين التجاره يكون عندك مبيعات. تمام. بعدين تبدا تشوف هتبيع ايه؟ عندي مثلا عندك ايه بقى؟ ابيع يا منتج يا منتج يا خدمه. يا خدمه. صح كده؟ يا تجاري يا خدمه. يعني انت عندك الاثنين اهم. اي نعم. مظبوط؟ نعم. يعني رحت للعمليات
ولا ايه؟ كيف الاساس؟ الان اولا المال. نقول من الاول. نعم. يلا بينا نقول من المال الاول. موجود. المال. المال موجود. المال. احنا كلنا متفقين ان المال الاول؟ نعم. متفقين. طيب هقول لكم حاجه في موضوع المال الاول ده. انتوا دلوقتي قاعدين معايا، مظبوط؟ الوقت اللي احنا بناخده مع بعض ده انا واخد عليه فلوس، صح؟ يعني الوقت ده ايه؟ كلفك. صح. يبقى كده المالي اول شيء. اول شيء. متفقين؟ طيب يبقى كده المالي، رتب معايا بقى المالي الاول. يلا نختلف بقى في الثاني عشان نمسك في خناق بعض. يلا قول لي الثاني بقى ايه؟ عمليات. الراجل ده بيقول، انت بتقول موارد بشريه. ها ويحيى بيقول رقم 2 عمليات. ها انا قلت تجاري. انت بتقول تجاري. العمليات يكسب. يلا ها رقم 3. ها يبقى 1 مالي، 2 عمليات، 3 موارد بشريه. 3 موارد بشريه. ها 3 تجاري. 3 تجاري. تمام. ها تجاري. تجاري. تجاري يكسب. ها يبقى 1 اداره ماليه، احفظوا معايا. 1 اداره ماليه، 2 عمليات. ها 3 تجاري. 3 تجاري. 4 موارد بشريه. تمام؟ تعالوا بقى احكي لكم الموضوع ده بيمشي ازاي في الواقع بالهداوه بقى. سعادتك بتستقبل المستثمر. المستثمر اللي جاي لحضرتك معاه فلوس او معاه فكره، والفكره نتيجه تراكم خبرات. معايا يا يوسف؟ الفكره نتيجه تراكم خبرات استنزف فيها وقته اللي بيساوي مال علشان يوصل لها. يبقى في الاخير لو جاي بفكره او جاي بفلوس، يبقى في الحالتين الماليات. هنعمل ايه؟ هنعمل منتج او خدمه. هنقدم للمجتمع يا منتج يا خدمه. مظبوط؟ مظبوط. المنتج والخدمه دول، وركز معايا قوي في موضوع المنتج. المنتج يعني هيتخزن. انت حالتك ما فيهاش مخزن، بس المنتج في المعتاد بيتخزن. طيب لو المخزن البضاعه زادت فيه، عندنا تسويق. الله ينور عليك. يبقى انا محتاج تسويق ومبيعات. مين اللي هيشتغلوا في الموضوع ده كله؟ الموارد البشريه. الترتيب منطقي؟ الترتيب منطقي. رؤيتك بقى انت للشركه اللي فيها الاربعه دول، الاربعه اعمده اللي احنا قلناهم دول، هي اللي هتحدد التوجه الاستراتيجي اللي احنا هنمشي بيه. الحته دي حلوه؟ مفهومه؟ سهله؟ هاخدك بقى حته ثانيه بسرعه قوي، ماشي؟ بس اربطوا معايا على الحته دي كويس. هيقول عيد. اعيد. رؤيتك جميل معاك. رؤيتك للاربع اعمده دول هم اللي هيودوك للاتجاه الاستراتيجي اللي هتدير بيه المؤسسه بتاعتك، وهوريها لك دلوقتي بشكل لطيف قوي. احنا كده اتكلمنا في 4 و4. اتكلمنا في ايه؟ في 4 و4. طيب الاربعه اللي احنا اتكلمنا فيهم: رؤيه، رساله، اتجاه، الله ينور، استراتيجي، قيم. صح؟ مظبوط. واتكلمنا في 4 اقسام. حد يقولهم لي؟ مالي، وعمليات، وتجاري، وإدارة موارد بشرية. الله ينور. بشرية. تعالوا بقى اقول لكم ان في 4 كمان اسمهم الوظائف الاداريه. اسمهم ايه؟ وظائف إدارية. الوظائف الاداريه. كل مدير في الدنيا بيعملهم. كل المديرين في الدنيا بيعملوهم. بيعملوا ايه؟ بيعملوا قياده. متفقين؟ نعم. بيعملوا تخطيط. تمام؟ بيعملوا تنظيم. باقي واحدة. متابعة. خلصتوا؟ ايه. كتبت؟ ايه. متابعة. يلا يا عم عشان ما تزعلش. خليني احط لك جنب المتابعة دي تحكم. نفس تحكم. عشان بس يبقى ايه؟ leading organizing controlling planning. اسمهم ايه؟ leading organizing controlling planning. المصطلحات الانجليزيه مش تقيله وسهله. المصطلحات سهله.
هتتكرر كتير وهتلقطها مني، ما أنا تخافش. ابغى المصطلحات هذه كلها عشان احفظها. موجوده كلها وهتحفظها، انا وراك ما تقلقوش، مع بعض لحد ما نخلص الكورس كله. باذن الله. تعالوا بقى نلعب لعبه. هنلعب لعبه وبعدين ناخد بريك للصلاه، ماشي؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 1 2 3 4 2 3 4. ادي 1 2 3 4. في بداية المشروع مين في دول، في الأقسام دي هيشتغل قيادة؟ عمليات. العمليات ده رأي واحد. يعني الراجل ده بيقول إن العمليات تشتغل قيادة في بداية المشروع. في بداية المشروع الراجل ده قال لك القيادة. التخطيط. تخطيط المالي. سيبك من دي، خليك معايا دي، عشان هنا دي اللي هتجي لك النتيجة مش دي. مش انا عارف انت بتبص على ايه. انا اقرا مثلا انا عارف انت شايفك وجايبك، انت فاكر ايه؟ يلا. التخطيط المالي. الايه؟ المالي. تمام. يعني هنا مالي. ماشي. التجاري هيروح فين؟ تجاري متابعة. تجاري متابعة. تنظيم جايز، متابعة احتمال. مين فيهم؟ تجاري متابعة. التجاري متابعة، ماشي. إدارة الموارد البشرية تنظيم. صح كده؟ صحيح. ايوه. مقتنعين كلنا بالموضوع ده؟ لا ثانية مو صحيح. انت مش مقتنع، اديني اقتناعك. لا خليني أعيدها. صحيح. المالي هيبقى تخطيط ولا قيادة؟ لا المالي أقول أنا. لا قول. استنى خليني أفكر. فكر بالراحة. على الأقل من ماشي. سهلة مش صعبة. أنا أقولها زي ما هي. زي ما هي. العمليات تنظيم. العمليات تنظيم. ادي رأي آخر. التجارة تخطيط. التجارة تخطيط. لا التجارة تجارة هي تسويق ومبيعات. حتكون متابعة. الراجل ده لسه مصمم على المتابعة. الراجل ده مصمم على رأيه. التجارة متابعة. التجارة متابعة، يعني 2 متابعة. إدارة الموارد البشرية. تنظيم فعلا. ينظم الشغل ينظم. بشكل عام، ينظم العمال، ينظم. طب ما تيجي نصعبها شوية. ايه رأيكم؟ الله يستر. كمان واحدة بقى. يلا. طب ما تقولي كده ان الرؤية بتعمل ايه، والرسالة بتعمل ايه، والاتجاه الاستراتيجي بيعمل ايه، والقيم بتعمل ايه؟ الرؤية تخطيط. الرؤية تخطيط. ادي 1 الرؤية تخطيط. والرسالة تنظيم. قيادة الرسالة. والرسالة قيادة. الرسالة قيادة. والاتجاه الاستراتيجي ايوه. حيكون متابعة وتحكيم. متابعة. نعم. تحكم، متابعة وتحكم. القيم. ايوه القيم. القيم دي اللي خلتك ما تاخدش الفيتامين عشان الكبد ما يوجعكش، فاكر؟ القيم عملت معاك ايه؟ ما لها مكان القيم. أنا أقول الرؤية قيادة. الرؤية قيادة. بدأنا ناخد كلام زي الفل اهو. الرؤية قيادة، يبقى الرؤية قيادة. والرسالة تخطيط. تخطيط. والثالث شيء الاتجاه الاستراتيجي. تنظيم. تنظيم. ده مين اللي بيتكلم ده؟ اللهم صل على النبي. قول. المتابعة هي القيم. المتابعة ايه؟ هي القيم. القيم. التحكم والمتابعة. ماشي؟ امين على كده؟ أنا انت امين على كده، وانت امين على كده، وانت امين على كده؟ لا قول، اديني معطياتك. كيف القيم حكم؟ هو انت لو كنت بقى طوعت حالك وخدت الفيتامين وما اتحكمتش في نفسك كان اخبارك ايه؟ 60. ايوه هو كده. يبقى القيم بتعمل ايه؟ القيم لما تيجي تطلع عن مسارك تحكمك.
ترجعك تاني للمسار المظبوط بتاعك. فلو انت بتقول مثلا انا من القيم بتاعتي الالتزام، يعني القيم هي نفس القيم اللي عندنا، قيم ومبادئ هي نفسها بقى. بالظبط نعم. بالظبط نعم. صح كده؟ لذيذه؟ مفهومه؟ نعم. حلو الكلام. طيب اللي انا عايز اقوله لكم بقى ان في الواقع العملي اللي بيحصل ان في بعض الاوقات الاداره الماليه هي اللي بتقود المؤسسه، وده بيحصل على فكره في بعض الاوقات كمان من السنه. فانت لو مثلا بتقدم القوائم الماليه لرئيس مجلس الاداره، فانت كل الموارد اللي موجوده جوه المؤسسه بتتجمع في تقرير، التقرير ده بيتقدم لرئيس مجلس الاداره. لما بيحصل عندك ركود في المخازن، انت بتخلي التسويق والمبيعات هي اللي تقود المؤسسه. الفكره في المؤسسات فكره التكامل، ان التكامل ما بين الاقسام هو اللي بيخلي المؤسسه تنجح او تفشل. ومن هنا بتيجي فكره التيم وورك، العمل الجماعي، ان الاقسام كلها بتتحد وتجتمع لانجاح مشروع معين اسمه المؤسسه. تمام؟ تمام. ناخد بريك نصلي ونرجع.